حكايتنا النهاردة دي ممكن نقول عليها فيلم سينما مليان مشاعر وأحاسيس وفيه نجاحات وصدمات ونهاية غير متوقعة تماما. أبطال حكايتنا في الحلقة دي هم الفنان والمطرب محمد فوزي وسمراء النيل مديحة يسري. أهلا بكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. حيرني الشوق سهرني الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق الشوق حيرني. الحكاية بدأت سنة 1945 في فيلم قبلة في لبنان، إخراج أحمد بدرخان. ما كانش محمد فوزي قدم للسينما قبل الفيلم ده إلا فيلم واحد بس، وهو فيلم سيف الجلاد من بطولة وإخراج يوسف وهبي. ومديحة يسري كانت وقتها نجمة صاعدة بقوة وشاركت في أكتر من فيلم، وكان أشهرهم فيلم ممنوع من الحب، وكانت البطلة قدام محمد عبد الوهاب، وكان الفيلم ده من إخراج محمد كريم. نرجع تاني لبداية حكايتنا اللي كانت في فيلم قبلة في لبنان اللي اتعرفوا فيه على بعض. وحكت مديحة يسري عن بداية التعارف في مجلة الكواكب في 24 مارس 59، وقالت: أنا كنت شديدة الإعجاب بمحمد فوزي كفنان شاب مجتهد ومكافح ومتعدد كمان المواهب. خلال تصوير الفيلم ده نشأت علاقة صداقة قوية بين فوزي ومديحة، وبعد ما الفيلم ده نجح قدم فوزي أكتر من عمل تاني ونجح نجاح كبير. وبعد نجاح فوزي الفني تحول إلى منتج سينمائي، وأول قرار خده بعد تأسيس شركته الخاصة تعاقد مع مديحة يسري على بطولة أول فيلمين للشركة، وهم فاطمة وماريكا ورشال ومن أين لك هذا. في كتاب الوثائق الخاصة لمحمد فوزي للناقد والباحث الأستاذ أشرف غريب بيحكي إن مديحة يسري قالت عن موقف طريف حصل بينهم في تصوير الفيلم، إن في مشهد هي فاكراه كويس. في الفيلم كان المفروض فوزي يلبسها خاتم الخطوبة في إيديها، وحست إن فوزي إيده بتترعش، وهي كمان حصل لها نفس الحالة بدون وعي منها، وجت عينيهم في عينين بعض في لحظة سريعة تألق فيها إحساس مبهم. وقالت: رغم إننا عارفين إن ده مشهد تمثيلي، لكن كل واحد فينا بعد نظراته عن التاني علشان ما يتكشفش شعوره. مرت مديحة يسري بعد الفيلم ده بأزمة نفسية كبيرة بسبب الوفاة المفاجئة لجوزها التاني الفنان أحمد سالم، اللي رحل بعد إجراء جراحة فاشلة في 10 سبتمبر 1949. كان فوزي حريص على إنه يخرجها من الأزمة دي، ووقف جنبها لغاية ما تعدي أزمتها، وفضل الوضع ده 2 كاملين من الصداقة والأعمال الفنية المشتركة، إلى أن تحولت الصداقة إلى إعجاب ثم حب، وقرروا تكملة المشوار مع بعض. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، الدعوة عامة وحدة ألام. في نهاية 1951 اتجوزوا، وكانت الجوازة التانية لمحمد فوزي والتالتة لمديحة يسري. وكان وقتها قدم فوزي حوالي 25 فيلم وخد بطولات وحفر اسمه كمطرب وممثل وكمان ملحن موهوب ومتفرد، وعمل أغاني وألحان محفورة في ذاكرتنا إلى الآن بتشع منها البهجة. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. وعن ظروف الجواز قال الناقد أشرف غريب في كتابه الممتع عن محمد فوزي إن مديحة يسري حكت بنفسها لمجلة الكواكب إن صديقتها زينب صدقي قالت لها: عندي خبر ليكي، طلب مني محمد فوزي إن أقولك إنه عايز يتجوزك، إيه رأيك؟ وقالت وقتها: حسيت بالكسوف الشديد، فقالت لي زينب يبقى السكوت علامة الرضا. وبلغت فوزي وجيه معاه خاتم الخطوبة، وهو بيلبسه ليها ضحك وقال لها: المرة دي بجد بقى مش تمثيل.
طبعا هو يقصد اللي حصل في مشهد الفيلم اللي حكيناه في أول الحلقة. تعب الهوى قلبي والحلوين واشتري والامتحان خبي على بعضي ونداري تعب الهوى. في الوقت ده كان بيستعد فوزي للسفر لفرنسا لدراسة مشروع إنتاج أفلام ملونة، وأجل سفره عشان الخطوبة. وكان رشح مديحة يسري لبطولة أول فيلم ملون من إنتاجه، كان فيلم نهاية قصة. وقبل انتهاء تصوير الفيلم كانوا جهزوا شقة الزوجية وأجروا شقة صغيرة في عمارة الإيموبيليا في وسط البلد، اللي بعد فترة بسيطة بقت مقر لشركة أفلام محمد فوزي، لأنهم نقلوا لشقة أفخم في عمارة السعوديين بالعجوزة في حدود سنة 1954. عاش الزوجين سعداء وكمان شركاء فنيين ناجحين جدا، وكانت مديحة شريكة بصورة أو بأخرى في شركة اسطوانات مصرفون اللي طالتها بعد كده قرارات التأمين، وتحولت إلى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. كان معروف عن محمد فوزي إنه كريم جدا وبيوصل لحد التبذير، بس لما دخلت مديحة يسري حياته سيطرت على إسرافه، وده اللي خلاهم بنوا فيلا على ترعة المنصورية في منطقة الهرم اللي نقلوا للإقامة فيها سنة 56. أثمر جوازهم على طفلين، الأولى وفاء اللي اتولدت سنة 53 غير مكتملة النمو، وكانت بتعاني من انسداد في الشرايين، وسفروها لسويسرا لوضعها في الحضانة في أحد المستشفيات هناك، لكن للأسف كل المحاولات فشلت. وبسبب ده دعاها فوزي في نفس السنة لبطولة فيلم من تأليفها وثبته وفاء وأخرجه عز الدين ذو الفقار. وفي سنة 1954 خلفت ابنها عمرو، واللي بقى بطل مصر في الكاراتيه، لكنه رحل هو كمان في 3 مارس 82 وكان عنده وقتها 27 سنة نتيجة حادث سير على أحد كباري القاهرة. وكده ما عادش أي أبناء لمحمد فوزي من مديحة يسري، لكن هو عنده 3 أبناء من مراته الأولى. ساب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو. فوزي كان بيحب مديحة بجنون وكان بيغير عليها غيرة ممكن توصل لمشاكل، وفي مرة أصر إصرار كبير على رفض سفرها المهرجان مهم بجانب فيلمها خالد بن الوليد، لأنها كانت الست الوحيدة في الوفد المصري ومعاها 11 راجل، ومرضيش أبدا التوقيع ليها بالموافقة على السفر باعتباره جوزها، لدرجة إن وزارة الثقافة اتدخلت وأنهت إجراءات سفرها من غير موافقته. وكان أول مرة يحصل بينهم صدام بالشكل ده كان هينهي علاقتهم الزوجية، لكن فوزي من شدة حبه ليها تراجع عن موقفه وسيطر على غضبه، وقرر إن يوم رجوعهم يستناها في المطار ومعاه بوكيه ورد. وصرحت مديحة في أحد البرامج الفنية إن الموقف ده أثر فيها بشكل إيجابي، وقالت إن فوزي كان شخص متسامح ومترفع عن الصغائر. اي والله اي والله يا عز الاحباب، اي والله اي والله والشو هلاب، دنيتنا في بعدكوا ظلام وايامنا من غيركوا عذاب. موقف تاني تسببت في الغيرة، لكن المرة دي أصر فوزي على موقفه في فيلم إني راحلة سنة 1955. اعترض على مشهد فيه بوسة بين مديحة يسري وعماد حمدي، رغم معرفته إن ده مجرد تمثيل، لكنه قال لمخرج الفيلم عز الدين ذو الفقار إنه هيمنع تصوير المشهد ده بالقوة لو أصريت على تصوير المشهد ده. ومع غضب وإصرار فوزي رضخ المخرج وتحايل على المشهد على إنها تظهر البوسة وكأنها حصلت وراء أحد الأشجار. رغم السعادة والتفاهم اللي كان ما بينهم والنجاح الأسري والمهني، تنتهي العلاقة بدون سابق إنذار، الخبر اللي فاجئ الجميع. فجأة العلاقة انتهت سنة 1959، ورفض فوزي في كل تصريحاته الصحفية الإفصاح عن السبب، واكتفى بكلامه إنها ست عظيمة وشركته في النجاح. بعد سنين كتير خرجت مديحة يسري بتصريحات خاصة لمجلة نص الدنيا وقالت إن سبب الطلاق كان غلط كبير عمله فوزي وأنا عرفته وما قدرش إنه يواجهني أو يتناقش معايا فيه. وقالت مديحة إن حلمي رافلة جالها برسالة منه بتقول
إنه على الرغم من حبه وتقديسه ليا فهو مش قادر على مواجهتي، وتم الطلاق بينا بالاتفاق وبقينا أصدقاء بعدها. وفضلت مديحة يسري على علاقة طيبة مع زوجتي فوزي اللي قبلها واللي اتجوزها بعدها كريمة فاتنة المعادي، وفضلت حتى وفاتها الحارسة الأمينة على كل ممتلكات محمد فوزي الفنية، والمسؤولة من جانب كل الورثة بتحصيل حقوق الأداء العلني من جمعية المؤلفين والملحنين. مديحة يسري قالت في آخر أيامها: محمد فوزي كان أنجح جوازة في حياتي، وكان أحن وأرق إنسان قابلته، فكان متسامح ومرح ومبهج وبيحب الحياة. حتى بعد ما انتهت العلاقة واتطلقنا فضل له مكانة كبيرة في قلبي. ودي كانت حكاية حب بدأت بفيلم وانتهت كأنها مشهد درامي مكتوب بإيد القدر. استنوني في حكاية حب جديد.